جدا والله يرحمه. ربنا يرحمه. الصورة الثانية مع المستشار مرتضى منصور. بحبه جدا لجرأته وشجاعته. اتعاملت معاه على المستوى الشخصي وانا في نادي الزمالك، كنت منتظر منه اللي هو يجدد معايا، وقعدت طلبت اللي انا اجدد قبل ما اروح الاهلي. عايز تجدد في الزمالك؟ كنت عايز اجدد، بس انت عارف كان الزمالك وقتها ابن النادي بقى وخليه شويه. العشم اللي جاي من بره هو اللي بياخد فلوس وما بيلعبش، وانا اللي بخدم النادي وبلعب ومفيش تقدير. خزرك يا كابتن في عدم التجديد ليك؟ بعد ما مشيت، انا مشيت في عهد الاستاذ ممدوح عباس. بعد ما مشيت الاستاذ مرتضى بقى ايه، ما هو الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه لما بتضيع منه. هو طبعا عشان الراي العام وجمهور الزمالك زعل جدا وبدات اتهاجم، فهو عايز يوري للمجلس ده انتوا اللي قصرتوا، ما كانش هو موجود وانا ماشي. تمام. بس هو كان في ايده وانا موجود، كان جدد لي من بدري. فبعد ما انا مشيت قال لو انا موجود كنت جددت له. طب ما انا كنت معاك من الاول، فاهم؟ لكن هو على المستوى الشخصي انا بحبه وجرأته، عارف طريقته، عارف في حاجات كتيره، لكن انا بحبه طبعا وبتمنى له كل التوفيق يعني. شوف الصوره الثالثه، رمضان صبحي. اثر في حق نفسه، زعلت عليه لما مشي من النادي الاهلي، عنده موهبه كبيره. اللي ظلمت نفسها. طبعا يعني بص، كل واحد بيفكرها بدماغه. يعني مثلا في ناس تقول لك ايه، هو فكر الفلوس، انا معاك عرض مغري وكل حاجه من بيراميدز واكيد استفاد من وراه والا ما كانش خد الخطوه دي. لكن النادي الاهلي خسر حاجات كتير يا كابتن. خسر بطولات، خسر يعني. رمضان النهارده بقى له قد ايه مشي من النادي الاهلي؟ 3 سنين حوالي او سنتين. ما خدش بطوله. انت النادي الاهلي لو اللي ماشي من قدام السور بياخد بطوله. فرمضان للفتره دي لو كان قاعد في النادي الاهلي كان زمانه خد له مثلا بتاع 15 بطوله في السنتين دول، صح ولا لا؟ غير حب الجماهير يا كابتن غير حب الجماهير خسر، بس هو في الاول وفي الاخر قراره. لكن الحريه طبعا في قراره. ايا كان هو لعيب كويس، عنده امكانيات هايله، ده مستقبل للكره المصريه. اتمنى اللي هو يحافظ على نفسه ويرجع للمنتخب. تراجع شويه عن اكيد طبعا. بص الجمهور عليه عامل. بيراميدز امكانيات ومتوفر لهم لبن عصفور وفلوس وكل حاجه، لكن الجمهور رقم واحد. بتلعب بارتياحيه غير لما بتلعب وعليك لود. في ظهرك تقدر طبعا، في ظهرك وبيديك قوه. ورمضان شوف اداؤه في بيراميدز عامل ازاي، وشوف اداؤه لما كان في النادي الاهلي. المنتخب يا كابتن مش المنتخب بره. انت من ساعه ما راح بيراميدز ما راحش المنتخب. بره المنتخب، سيبك من الفلوس، صح؟ وهو في النادي الاهلي كان نجم في المنتخب. عشان اداؤه ولا عشان الجمهور هو اللي بيديك الباور. انت هنا خلاص ريلاكس، بلعب بارتياحيه. ولا عشان في احمر وابيض في الاختيارات في المنتخب؟ لا بص، منتخب مصر بعيد عن الاحمر والابيض بيبقى فيه توازن، بيحاول يعمل توازن. لا انا مصلحتي في كل شيء، فمصلحه مصر في كل شيء. لازم مدرب المنتخب ايا كان مصري او اجنبي. انت يا كابتن بعد الاعلاميين اللي الاعلاميين بيضغطوا دايما مع لعيبه الاهلي والزمالك، لكن مفيش اعلامي واقف في ظهر رمضان صبحي. بس عايز اقول لك على حاجه، كل الناس والنقاد كل الناس زعلانه على رمضان. ليه؟ بغض النظر هو بيلعب فين، لكن عشان امكانياته الناس كلها زعلانه اللي ده ما يبقاش في منتخب مصر، صح ولا لا؟ صح. ده مأثر في حق نفسه، فده لازم يبقى في منتخب مصر عشان امكانياته تؤهله. يعني في لعيبه تانية اقول لك لا ما يستحقش يلعب في منتخب مصر، لكن رمضان يلعب في منتخب مصر. شوف الصوره طيب يا كابتن اللي بعدها، كابتن رضا بقى. كلمه لكابتن رضا. انا بحبه جدا، ده حبيبي انت بتحب الناس كلها يا كابتن؟ انا الحمد لله ماليش خصومه مع حد يعني. بس احنا عايزين نوصل تعليق للجماهير. انا بقول له اهدى شويه، بس الناس كلها طبعا في ناس كتيره